اسهل طريقه لعمل الحمام الكداب. معايا كده هنا رز مبهر، يعني نص سوا او تلات ارباع سوا. هنا عندي الوراك المخليه بعد ما غسلتها كويس، تبلتها بطماطمايه وبصلايه وملح وفلفل. طماطم والبصل مبشورين كده وبركنهم على جنب في التتبيله. وبجيب عندي الرز، بخرجه شويه كده يبرد كده دقيقتين قبل ما بحشي بيه الوراك. هنا الوراك بقى مش هحط بقى ولا خله ولا اي حاجه، بحشي الوراك كويس وبلفها كاني بلف رول، عشان انا كده كده هرصها في الصينيه وادخلها الفرن. مش محتاجه ان انا احط فيها خله ولا اي حاجه. تمام. وبنضف منها الرز كده كويس، وبجيب عندي الكميه بتاعتي كلها، يعني حوالي 2 كيلو وراك بياخدوا حوالي كوبايتين من الرز المصري بتاعنا. بجيب بقى هنا عندي الوراك وبلفها. طبعا لازم الجلد يكون موجود كله بتاع الورك عشان اعرف اتحكم فيه، والف الورك كويس كده رول وارصه في الصينيه. بجيب بقى هنا عندي اي صينيه، وبجيب الوراك اللي انا عملتها وبرصها زي ما انتوا شايفين. بيت التتبيله اللي هي الطماطم والبصل والفلفل بحطهم كده على الوش، واحط لكم بقى الخلطه اللي هتخلي تدي وش للحمام. دبس رمان معلقه من الصلصه، معلقه زيت، ملح وفلفل. بس كده. وبدهن بيه الوراك مع ربع كوبايه من الميه المغليه، وبدخلها الفرن على درجه حراره 220، تقعد بالظبط ساعه. تطلع بالشكل القمر ده. الفراخ مستويه والرز مفلفل، حاجه روعه. لو الوصفه عجبتكم لايك وشير واشتراك